ليفربول وارسنال بيتعادلوا على ملعب الامارات 2-2 ومحمد صلاح بيضرب رقمين جداد، وارني سلوت مش بيكمل تاريخ يورجن كلوب. ارني سلوت بيصنع تاريخ جديد لنفسه مع ليفربول. هنتكلم في كل ده، بس ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. ارني سلوت لا 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 محمد صلاح لعيب عمل تاريخ محدش هيقدر يعمله بعديه، وهيبقى الموضوع شبه مستحيل على اي حد يفكر يقرب للارقام دي. والنهارده محمد صلاح بيعمل رقم جديد في الدوري الانجليزي، بقى الهداف التاريخي رقم 8 في تاريخ الدوري الانجليزي كله، بعد ما تعادل مع روبي فاولر ب 163 جول لكل واحد فيهم. محمد صلاح كل ماتش وكل بطوله بيعمل تاريخ جديد لنفسه. والرقم الثاني ان في تاريخ ماتشات ليفربول وارسنال محمد صلاح بقى الهداف التاريخي لماتشات ليفربول وارسنال ب 11 جول زي فيرمينو كان 11 جول وصلاح 10. النهارده محمد صلاح بقى 11 زي فيرمينو، واصبح الهداف التاريخي الاول لمباريات ارسنال وليفربول. ونبتدي بقى مع ارني سلوت. ارني سلوت كل الناس كانت فاكراه جاي من هولندا يبني شخصيه جديده مع الفريق ويجرب ويحاول ويخسر ماتشات ويتعادل ماتشات، لكن الراجل من اول دقيقه وهو في ليفربول بيحاول ان هو بقدر الامكان حتى لو انا كنت سيء لفترات كبيره او صغيره بقدر ان انا اكسب الماتشات. الراجل ده في دوري الابطال لعب 3 ماتشات كسب ال3 ماتشات. اخر ماتش كان بيلعبه مع لايبزيج الالماني كسب 1-0. اي نعم الاداء ما كانش احسن حاجه بس قدر ان هو يكسب، ومتصدر ترتيب جدول دوري ابطال اوروبا مع مانشستر سيتي واستون فيلا. وعلى الناحيه الثانيه في الدوري الانجليزي الراجل بيأدي اداء جميل جدا، في بعض الماتشات قوي وفي بعض الماتشات متوسط. الراجل ما نزلش عن الريت ده، لعب لغايه النهارده 8 ماتشات، خسر ماتش وتعادل ماتش، والماتش اللي تعادله كان في ملعب الامارات قدام ارسنال المنافس الثاني على الدوري الانجليزي بعد مانشستر سيتي. وبيقدر ان هو يبعد ارسنال عن المنافسه. بقى الفرق بين ارسنال وليفربول 4 نقط، وبقى الفرق بين ارسنال ومانشستر سيتي 5 نقط. يعني كده بقى محتاج ان ليفربول ومانشستر سيتي يقعوا ماتشين على الاقل عشان يقدر يدخل معاهم في المنافسه. فالموضوع كان باين قوي ان ارني سلوت راجل واقعي. انا مش هغير كتير في التشكيله، مش هغير كتير في الاداء، لكن هدخل افكاري واحده واحده. علشان كده لغايه النهارده مخلي ليفربول في الصوره. اكتر المتفائلين من مشجعين ليفربول ومنهم انا ما كنتش متوقع خالص ان ارني سلوت في يوم من الايام هيكون بينافس في جدول الترتيب في دوري الابطال وفي الدوري، لان جاي مدرب ملوش اسم كبير في اوروبا لكن جاي يعمل تاريخ وجاي يعمل اسمه مع ليفربول. الراجل بيقول لك اللي عمله يورجن كلوب الناس كلها احتفلت بيه والناس كلها حبته، ليه انا ما اعملش كده؟ واللي انا بشوفه دلوقتي ان ارني سلوت بيحاول يعمل ده مع ليفربول. ونروح بقى للناحيه الثانيه الارسنال اللي كان بيلاعب شختار في دوري الابطال في الاسبوع الاخير وقدر ان هو يكسب 1-0 باداء سيء جدا. بس ارسنال عنده حته صغيره، اصاباته كتيره جدا جدا جدا، ودي مأثره عليه في الاداء ومأثره عليه في فقد النقط. عدى من شختار بسرعه جدا وقدر ان هو يكسب، لان شختار فريق اوكراني ما قدرش ان هو يتعامل معاه، لكن في الدوري الانجليزي انت بتلاعب ليفربول هيقدر يتعامل معاك وهيقدر يضيع منك النقط. النهارده بيبدا ارسنال الماتش وهو عنده غيابات مؤثره جدا. ساليبا بيغيب لان هو اتطرد الماتش اللي فات، وكان طرد غريب جدا من ساليبا لان فكر لعيب غلط جدا، لكن اثر على ارسنال النهارده. وبيلعب ببين وايت كمساك بدل ساليبا، وبيلعب بتمبر باك شمال بدل كلافيوري. كده الغيابات بقت في خط الدفاع صعبه جدا وانت بتقابل فرق تقدر تسجل فيك، وفعلا ده بيأثر جدا على ارسنال. ارسنال النهارده كان بادئ بشكل كويس، قدر ان هو يسجل عن طريق ساكا بمهاره فرديه بحته، كره طويله من بين وايت، ساكا بيقدر ان هو يستلمها ويرقص روبرتسون ويحطها في الضيقه. لعيب عالمي، وساكا من النجوم الكبيره جدا في الدوري الانجليزي ومؤثر جدا في اداء فرقته. لكن بعديها بنلاقي ان ليفربول بيقدر ومن كره عرضيه ومن ضربه ثابته بيسجل في ارسنال. والتسجيل في ارسنال من ضربه ثابته ده شيء صعب جدا، لان هم بيسجلوا من ضربات الثابته وما بيخشش فيهم. لكن الفتره الاخيره لقينا ان الضربات الثابته بقت تخش في ارسنال باعداد كبيره. الماتش اللي قبل اللي فات ضربه ثابته، والماتش النهارده ضربه ثابته. ارنولد بيعمل عرضيه، دياز بيلعبها لورا، بتلاقي نجم الدفاع الاول للدوري الانجليزي كله فان دايك بيقدر يسجل هدف التعادل. ومش بقول ان هو نجم دفاع الدوري الانجليزي علشان هو بيلعب في ليفربول، لا، علشان ليفربول اقوى دفاع في الدوري الانجليزي. وبتبقى النتيجه 1-1. بعد كده ارسنال بيكمل ضغطه وبيكمل استحواذه على الكوره. ارسنال كان احسن بكتير بعد ما هدف
ارسنال كان احسن بكتير بعد هدف التعادل، وقدر ان هو يسيطر على الشوط الاولاني كله لغايه نهايته. وارسنال بيكمل ضغطه في الشوط الاول وبيكمل استحواذ على الكوره، وبيقدر ان هو ياخد فاولات في نص الملعب، والفاولات دي كانت النهارده بتتلعب بشكل غريب جدا. المدرب بتاعهم كل مره بينفذ الفاولات والركنيات بشكل جديد، ودي حاجه عجبانا كلنا، كل الناس اللي بتتفرج شايفه ان الراجل ده مبدع. النهارده بقت الفاولات بتتلعب بتكنيك جديد. الفاول وقبل ما يتلعب لعيبه ارسنال كلها واقفه في الاوفسايد، قبل ما اللعيب يلعب بيرجعوا كلهم يقفوا واحد في وسط كل 2 من مدافعين ليفربول، وفعلا بيقدر ان هو يعمل منها خطوره كبيره جدا. عملها مره واثنين، وفي الثالثه قدر يسجلها البرتو مورينو من كره عرضيه من ديكلان رايس، من فاول من نص الملعب بتتلعب عرضيه مفيش اوفسايد، جول. وبيقدروا يسجلوا تاني من كرات ثابته. ارسنال احسن فريق بينفذ الكرات الثابته في الدوري الانجليزي، بل يعتبر في العالم كله. وبينتهي الشوط الاول بتقدم ارسنال 2-1، وبندخل الشوط الثاني وارن سلوت كان واضح جدا على ملامح وشه ان هو عايز الفريق يرجع وعايز الفريق يستحوذ على الكوره. وفعلا ارسنال رجع ورا شويه، وليفربول قدر ان هو يستحوذ على الكوره بشكل اكبر من الشوط الاولاني، مش بشكل كبير جدا لكن بشكل احسن. وفي الدقيقه 52 اتفاجئنا ان جابريال مدافع ارسنال الاساسي بيقع وبيمسك ركبته. الدكتور دخله وفضل يعالجه ونزل وجرب، لكن بعديها بدقيقه او دقيقه ونص بيخرج في تبديل اول لارسنال. وكده ارسنال ما بقاش عنده مدافعين اساسيين، الاربعه اللي بيلعبوا ورا احتياطيين ومش كلهم في مراكزهم. يعني الباك رايت مش باك رايت، والباك ليفت مش باك ليفت، والاثنين المساكين مش مساكين. وارسنال فعلا بقى بيلعب بخط دفاع غريب جدا ومش قادر يكمل بيه الماتش، والماتش صعب لانه بيلاعب فريق كبير. ودي انا باخدها لارتيتا ان هو غصب عنه، دي حاجه صعبه جدا على اي مدرب ان من الباك رايت للمساكين للباك الشمال ما يكونوش موجودين معاك. لا، واللي زاد على كده ان تيمبر كمان ما بيقدرش ان هو يكمل الماتش وبيخرج في تبديل، وبيضطر ان هو ينزل لعيب صغير جدا في السن ويجازف بيه. وده اللي خلى ليفربول الشوط الثاني يكون ماسك كوره احسن واكتر على ارسنال، وارسنال اضطر بشكل كبير ان هو يرجع لورا لان هو مش واثق في الاربعه اللي ورا. وفي الدقيقه 81 كوره طويله من نص الملعب بيروح نونيز ناحيه اليمين، ومحمد صلاح بيقطع من مكانه يدخل للعمق يبقى على منطقه ال6 يارد، ونونيز بيعملها له بالعرض وبيسجل صلاح الهدف الثاني لليفربول والتعادل. وبنكمل بقيه الماتش. ما بقاش في اي حاجه، ليفربول عايز يطلع كده انا يا عم مرضي ومبسوط وفرحان ان انا خارج من ملعب الامارات 2-2، لان الماتش في الفتره الاخيره كان بيبقى صعب جدا على ليفربول، وخسر السنه اللي فاتت 3-1 في ملعب ارسنال. فالنهارده انا خارج مبسوط 2-2 تمام، مفيش مشكله. الماتش بيكمل، الوقت بيعدي، وبتنتهي المباراه بتعادل الفريقين 2-2. ما اثرش على ليفربول جامد، لكن هيأثر على ارسنال الفتره اللي جايه، لان جدول ارسنال الفتره اللي جايه جدول صعب شويه. وبكده اكون قلت لك كل اللي حصل في ماتش ارسنال وليفربول. بس ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. وانا ديبو وده ما لعبتش كوره. ارني سلوت لا 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 لا.